بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أول حاجة هعملها كده زي ما انتوا شايفين، أول لما بصحى من النوم ببدأ أفتح الشبابيك والبيبان بتاعتي عشان أجدد هواء البيت، وعشان أحس بالنشاط وأحس إن احنا خلاص اليوم بتاعنا بدأ. أول حاجة أنا عملتها فتحت البلكونة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. البلكونة بتاعتي دي البلكونة الأساسية اللي أنا تقريبا معظم وقتي بكون قاعدة فيها. دي البلكونه بتاعتي اللي هي في وش البيت، انا حاطه فيها شاشه زي ما انتوا شايفين كده، وعامله فيها قاعده، وطول اليوم انا بفرش حاجه في الارض سجاده يعني، وكده بفضل مقيمه فيها طول اليوم. بعد كده بعد لما فتحت الشبابيك والبيبان بتاعتي جيت بعد كده افطر. بعمل ايه؟ طبعا بعمل كوبايه شاي على حليب، وبعمل سندوتش جبنه ايا كان العيش ده، رقاق انا عاملاه قبل كده معاكم في القناه، لان انا من عشاق الشاي على حليب وسندوتش الجبنه، انا ممكن اعيش طول اليوم على الاكله دي، بحبها جدا جدا. طب انا كده فطرت خلاص الحمد لله، بدات اتجه طبعا على الغساله، كان عندي شويه غسيل زي ما انتوا شايفين كده، حطيتهم في الغساله وهبدا اشغل الغساله عليهم وبسيبها بقى براحتها اي وقت بتخلص، او انا لما يعني بكون فاضيه بقى اي وقت بشيل الغسيل وبعدين انشره. هي مع نفسها انا بظبط البرنامج بتاعها وهي بتشتغل كده لوحدها وبتخلص، وبعدين اشيل الغسيل بتاعي انشره في اي وقت انا حابه انشره فيه. انتوا طبعا عارفين انا عملت قبل كده، او عملت تقريبا الفيديو اللي قبل اللي فات، عملت ريفيو عن الغسالة دي وقلت لكم مميزاتها وعيوبها، واللي حابب يعرف عنها اي معلومة يرجع للفيديو يعني الفيديو اللي قبل، يعني من قبل الفيديوهين دول بفيديو. ارجعوا له. في كل المعلومات يعني المهمة عن الغسالة ومميزاتها وعيوبها. النهاردة بقى ان شاء الله انا ناوية اعمل محشي زي ما انتوا شايفين كده، جايبه كرومبتين. هقول لكم انا جايبه كرومبتين ليه. ايوه احنا مش عيله مش كبيره يعني، بس بجيب الكرومبتين لان انا ما بحبش الورق الاخضر، يعني معظم الورق الاخضر دوت انا بحشيه، باخد يعني باخد الورق الاخضر ده اسلوه، بحطه احتياطي كده واحشيه في قعر الحله يعني، او الرصه كده في الحله بتكون من الورق الاخضر ده، وغالبا مش بتتاكل. يعني يعني محدش عندي بيحبها بصراحه. ولو فاض مني ورق، يعني مثلا لو المحشي جه كتير وفاض مني ورق، بقطعه واحطه في الفريزر عادي لاي وقت تاني اكون انا محتاجاه. بعد كده بحط ميه على النار وبحط على الميه ملح، واول لما بتغلي الميه بالملح ببدا انزل بالكرومبه بتاعتي وافضل اتابعها. انا ما بقطعش الكرومب بتاعي ورقه ورقه، لان انا بصراحه حاسه ان هو يعني بيهدر الورق وبيبوظه، وانا ما بحب اعرفش اتحكم فيه. فبالتالي انا بعمل الورق زي ما انتوا شايفين كده وبطلعه ورقه ورقه. هوريكم ازاي. انا جبت الحله دي، اشتريت الحله دي لقيتها مناسبه جدا لاي حجم من الكرومبه، على فكره بتاخد حجم كبير جدا من الكرومبه، فبصراحه بتريحني وسهله جدا في سلق الكرومبي يعني، وبستخدمها في حاجات تانية كتير، هي ملهاش غطا بس بصراحه هي جميله يعني. جيت هنا بقى هبدأ هغسل في المواعين زي ما انتوا شايفين، هحط شوية فيبا، وبعدين هبدأ الماتش بتاع كل يوم اللي هو ماتش غسيل المواعين، تقريبا هو في اليوم كده كم مرة مش مرة واحدة. فهغسل معاكم المواعين زي ما انتوا شايفين كده، وانا طبعا في الوقت ده حاطه الكرنب على النار يتسلق، وبشيل الكرنب ورقة ورقة لغاية لما اخلصه خالص في النهاية. الكرنب دلوقتي بقى حلو يعني، بدأ يظبط شوية وبدأ سعره ينزل شوية عن الأول. طبعا الكرنب كانت وصلت 30 جنيه و40 جنيه وما كانتش موجودة، لكن الحمد لله السعر نزل شوية. بس الطماطم طبعا رفعت، بس مش مشكلة يعني. بس هو عموما يعني الكرنب بيبدأ يحلو في الشتاء، بيكون أفضل وأحسن في الشتاء، وبيكون كتير ومتوفر كتير يعني. وسعره دلوقتي مناسب. زي ما انتوا شايفين كده انا هبدأ اغسل المواعين بتاعتي كلها. كان عندي كمية من المواعين في الحوض. بعد لما اخلصها بقى هبدأ اقطع الكرنب بتاعي. طبعا اهم حاجة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، يعني اي حد بيسمع الفيديو بتاعي ويعجب الفيديو بتمنى ان هو ما ينسانيش في الاشتراك واللايك ويفعل زر الجرس. تمام. عاوزه اقول لكم كمان ان انا هعمل لكم فيديو حلو جدا عن خلطه للبوتاجازات والحواض وللسيراميك، هنزلها لكم فيديو منفصل، هتبقى جميله قوي قوي ان شاء الله، احتمال تكون الفيديو اللي جاي. انا بعملها يعني وبسيبها عندي وبستخدمها في حاجات كتير قوي، خلطه مهمه. انا عامله لكم قبل كده، عامله لكم فيديو عن
العيون بتاعه البوتاجاز، وكانت جميله جدا وجابت مشاهدات حلوه قوي، وكله بصراحه كان معجب بيها. هعمل لكم بقى الاسطح زي الحواض والبوتاجاز والرخام والحاجات دي. بصراحه هي خلطه جميله قوي، وانا يعني دايما بعملها وبحطها في برطمان وبخليها موجوده عندي، وبستخدمها في اي وقت. ان شاء الله احتمال انزلها لكم الفيديو الجاي او في يعني في فيديو قريب باذن الله. زي ما انتم شايفين كده انا طبعا بدات اخلص المواعين اللي في الحوض. هبدا اغسل الحوض بتاعي. انا بس بغسل الحوض بالكلور. بجيب الكلور ده واعبيه في ازايز كده. بصراحه هو جميل قوي قوي. يعني مثلا في ناس بتقول ان هو بيغمق الحوض عشان بيغمق الستيل وكده، لا والله بالعكس، ده هو بيخلي الستيل يلمع ويبقى جميل جدا يعني. ودايما بكون حاطه الله اكبر الله أكبر. ودايما بكون حاطه الازازه دي دايما موجوده على الحوض في اي وقت. احنا عارفين طبعا ان الكلور معقم ومطهر، وانا بحبه قوي 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 يعني. انا بجيب بصراحه الكلور بكميات رهيبه. بحب استخدم الكلور في التنظيف جدا يعني. بحبه دايما تحت ايدي يعني. هتلاقي على كل حوض عندي هتلاقي ازازه مليانه كلور وحطاها. فانا بحبه بصراحه. بعد كده بقى ابدا انشف الحوض كده والمعه زي ما انتم شايفين. وبعدين هبدا بقى اتجه ناحيه المحشي واشوف احنا هنعمل ايه في المحشي بتاعي. شايفين منظر الحوض وهو فاضي؟ بصراحة منظره تحفة يعني، منظر جميل بصراحة. بعد كده بقى انا جيت هقول لكم اهوت ازاي انا بعمل الكرنب. زي ما انتم شايفين كده ببدأ اطلع الكرنب ورقة ورقة. اهو بسهولة جدا جدا بيطلع معايا بسهولة. عاوز اقول لكم ان الكرنب بتاع الشتاء يعني ما بيبقاش عايز مية تغلي كتير يعني. يا دوب المية بتكون سخنة وبدأت تغلي كده بحط الكرنب وابدأ اطلع على طول، لان انا لو سبته شوية هيتهري مني، فناخد بالنا من النقطة دي. بعد كده بجيب القطاعة بقى وهبدأ أقطع الكرنب كده واحدة واحدة. ممكن أقطعه بالمقص وأقطعه بالسكينة، وبقطعه بالحجم والطول اللي أنا عاوزاه. بس كده عشان بيسهل عليا. ممكن كمان وانا شغالة بقطعه واحدة واحدة وانا شغالة، بس انا لما بقطعه كله مرة واحدة بيسهل عليا المحشي وبخلص بسرعة. لكن لما بقعد اعمل ورقة ورقة كده بصراحة يعني بياخد مني وقت كتير وبهدله. لكن كده ما بياخدش مني وقت. شايفين الورق عامل ازاي؟ وطبعا زي ما انتم شايفين ملاحظين الكرنب مسلوق نص سلقه، مش مسلوق جامد ولا مهري ولا حاجه، عشان انا باخد بالي كويس من موضوع الميه، واني ما اسيبوش فتره طويله في الميه. لان الكرنب ده زي ما قلت لكم كده كرنب الشتاء ما بيتحملش ابدا في الميه يعني. يا دوب نحطه في الميه نلاقيه خلاص ما شاء الله، خلاص نخرجه ما بيحتاجش يعني. وطبعا احنا بنحط شويه ملح في الميه بتاعه السليق عشان ما يتهريش برضو مننا. الملح بيساعد على انه ما يستويش بسرعه او ما يتهريش مننا. على فكره الحله دي جميله جدا، انا بستخدمها في حاجات كتير وبتسهل عليا سلق الكرنب. مهما تكون حجم الكرنبايه بتكون سهله جدا في الاستخدام. وبعدين ما بقطعش، لان انا لما باجي افك الكرنب واحده واحده زي ما بشوف ناس كده بصراحه ما نفعش معايا خالص يعني. لقيته بيكسر منه وبيبوظ. لكن كده زي ما انتم شايفين الورقه كلها طالعه بحالها ورقه ورقه، وبسهوله جدا بمسكه. بمسك طرف الكرنبايه من فوق واشد تطلع معايا بكل سهوله. مفيش فيها اي مشكله، ولا ورقه مقطوعه ولا ورقه بايظه ولا فيها اي حاجه. طبعا هنيجي بقى للبصل اللي شاف له يوم. هنحط كده كام بصلايه، لان طبعا مهما نقلل في البصل المحشي ما ينفعش اقلل فيه البصل. المحشي بيحتاج بصل كتير عشان يطلع طعمه حلو، لازم يكون محتاج بصل كتير. بس بحاول بقدر الامكان يعني نظبط الموضوع. لان البصل بس هو سعره نزل شويه، هو وصل 25 جنيه دلوقتي. يعني يعتبر سعره بقى معقول شويه، لانه كان وصل 35 جنيه وما كانش موجود اصلا. انا طبعا خزنت البصل. احنا بنخزن البصل يا جماعه، احنا بنخزنه بالسنه. بس المشكله ان هما كان غالي جدا وقالوا ان هو مش هيكون موجود. فاحنا يعني انا خزنته في وقت كان البصل فيه مش وقت تخزين، كان لسه البصل مش ده ميعاده. فالمشكله انه باظ كله، مش لانه مش ميعاد تخزينه. فطبعا دلوقتي بضطر ان انا اشتري بصل. كده انا حطيت البصل على النار اهوت، وحطيت عليه الزيت. وطبعا المحشي بيحتاج زيت كتير. انا ما بطبخش بسمنه ولا بزبده، انا كل اكلي بزيت. بصراحه ما تعودتش عليها. ما تعودتش على اي نوع سمنه حتى لو سمنه بلدي، ولا تعودت على اي نوع زبده في الاكل. فبصراحه ما بستخدمش لا سمنه ولا زبده، انا بحط زيت بس. طبعا انا بزود نسبه الزيت لان المحشي بيبقى محتاج نسبه دسامة يعني، او نسبة دهون عالية. بصراحة بحس ان هو كده اجمل بكتير من السمنة. السمنة بتدي ريحة او طعم كده انا ما بحبهاش في الاكل. تمام.
وانا اتعودت على كده بصراحه، وبطبخ كده والاكل بيطلع جميل. طبعا في ناس الاكل ده اذواق يا جماعه، الاكل ده اذواق، زي اللبس زي اي حاجه. في ناس متعوده تعمل بسمنه او بتعمل بسمنه بلدي او تعمل بزبده براحتها، لكن انا عن نفسي بصراحه متعوده على الزيت، وما بستخدمش غير الزيت في الاكل في اي اكل عندي. آه كده انا عملت البصل بتاعي، يا دوب دبلته، ما بحمرهوش جامد، ما بسبق يعني ما بخلوش يحمر جامد، يا دوب بدبل البصل وبنزل عليه بالطماطم. الطماطم برضو دي انت وراحتك، يا اما تصفيها، طماطم المحشي غالبا الناس مش بتصفيها، لكن انا بحب اصفيها بصراحه، واوقات بسيطه قوي لما بكون مستعجله او حاجه ما بصفيهاش. كده طبعا زي ما انتم شايفين الصلصه بتاعتي او التسبيكه بتاعتي بدات تستوي. اول لما بتطلع نسبه الدهون فوق كده تعرف ان الصلصه خلاص قربت تستوي، وبنزل عليها بالثوم. انا بضيف للمحشي بتاعي توم، وزي ما قلت لكم الاكل قبل كده اذواق، كل واحد وذوقه. في ناس بتحب تضيف للمحشي توم وفي ناس لا، لكن انا عن نفسي بحب اضيف له توم، بيخلي طعمه جميل جدا. باجي بقى عند الشبت والكزبره، بضيف شبت وكزبره بس، ما بحطش بقدونس وما بحبوش في الاكل. بكتر الشبت والكزبره، ولكن بصراحه ما بضيفش عليه بقدونس، ما بحبوش. بكون طبعا غسل الشبت والكزبره قبل ما اقطعهم، بكون غسلهم كويس جدا، وبعدين ابدا اقطعهم زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره. وبعدين هتشوفوا دلوقتي انا هعمل فيهم ايه. لما بكون جايبه كميه يا جماعه وبقطعها، باخدها احطها في كيس وافرزها لوقت تاني، لسمك مثلا، لحاجه كده يعني. دلوقتي طبعا انا حطيت كميه الرز بتاعتي، انا بغسل الرز وبنقعه شويه، يعني بنقعه بتاع 10 دقايق ولا حاجه، وبعدين اصفيه. وبعدين نزلت بالخضره بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهبدا احط البهارات. طب ايه البهارات اللي انا بحطها؟ البهارات اللي انا بحطها فلفل اسود، كمون وكزبره بس. فلفل اسود وكمون وكزبره بس، وملح، لكن ما بحطش بهارات اكتر من كده، لا 7 بهارات ولا قرفه ولا اي حاجه بصراحه، ولا نعناع ولا الحاجات دي. زي ما قلت لكم ان الاكل ده اذواق، فانا بصراحه ما بضيفش الحاجات دي، ده اكتر، ويطلع المحشي طعمه جميل جدا، وكل اللي بياكل عندي المحشي بصراحه بيقول طعمه جميل. طبعا انا هبدا الف المحشي زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول الاخضر قوي، اللي هو يعني اللون الاخضر قوي بخليه تحت. انا بحط في الحله من تحت الشبت وكزبره، وبقطع العروق اللي طالعه من الكرنب، بقطعها تحت وافرشها في الحله. وما ينفعش اكتم الحله قوي او احط ورق يقفلها، عشان الحله تعرف تغلي، وفي نفس الوقت كمان وانا بحشي لازم اكون سايبه فراغات. شوفوا زي ما انتم شايفين كده، وانا بحط الشوربه الميه بتنزل ما بين الصابع وبعضه. لكن انا لو كاتمه الحله هتعذبني في السوى، وهتعذبني ان الميه دي مش هتفضل واقفه لي فوق، وفي نفس الوقت كل شويه اهز في الحله، وفي الاخر عمر الحله ما تطلع مستويه كويس. ناخد بالنا من النقطه دي، مش هتكون فرحانه بالرص ومنظر الرص واكتم المحشي والحله في الاخر تطلع بايظه والمحشي يطلع بايظ مني. ناخد بالنا وانا برص لازم اسيب فراغات بين الصبع وبعضه. كده زي ما انتم شايفين الحله خلاص اهي، انا حطيتها على النار وظبطت الميه بتاعتها، وحطيت عليها كده فلفل. انا محدش بيحب عند الفلفل، بس هو بيخلي المحشي بصراحه في حته تانية خالص، بيخلي طعمه وريحه المحشي جميل. مش عاوزه اقول لكم طبعا الصوت دلوقتي عامل ازاي، والريحه بتبقى قلب، شوفوا، مش عايزه اقول لكم الشارع كله بصراحه. كده انا خلصت المحشي بتاعي استوى، وهنزل اقلبه. طبعا زي ما قلت لكم محدش بيحب عند الفلفل، بس انا بضيف له انه بيخلي ريحه المحشي جميل وطعم المحشي جميل جدا. طبعا كده هنزل بالمحشي زي ما انتم شايفين، نازل صابع صابع، كل صابع يعني ما شاء الله. كده انا خلصت. انا كنت عامله طبعا عليه بط، ده منظر البط وهو متحمر، والشوربه، وبعمل رز، لان في ناس عندي او في فئه عندي في البيت طبعا زي كل الناس ما بتحبش المحشي، فبياكلوا رز وشوربه. عادي عادي يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كده منظر الاكل. اتمنى ما تنسونوش في اللايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد. واتمنى طبعا الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.